مستحيل انك تشوف هذا المنظر وما تبكيش وما تتألمش. منظر الزوجة اللي كتسنى ان راجلها عوض ما تسنى انه يجي من الخدمة، هي وليداتها كتسنى فيهم يخرجوه جثة هامدة او حي يرزق. شوف القدرة ديال الله سبحانه وتعالى وشنو بغى الله سبحانه وتعالى. في الحين اللي كاينه هي هنا هي وثلاثه وليداتها عندها وليد كيجتاز امتحانات البكالوريا في هاد الساعات وهو اليوم الاخير. ربما جاي فرحان باش يبشر ميمتو ويبشر با سالينا الامتحان با غادي ينجح، ولكن القدرة الإلهية قدر الله وما شاء فعل. وهذه هي الحياة وهذو ما غرائب الحياة وهذو ما تفهم تتعيا وما تفهم والو في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى كيسطر لينا كيفاش غنعيشوا، امتى غنموتوا، امتى غنتزادوا، كيفاش غادي نكونوا، واش اشقياء واش سعداء، واش غنفرحوا واش غادي نحزنوا، واش هي القدرة الإلهية. انا صراحة كنستغرب من بعض البشر اللي يخطط العام الجاي، ولكن راه انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد وما يشاء. دائما نديرو في بالنا ان كاين قدرة إلهية ممكن انها تغير المصائر ديالنا دائما. لهذا كنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والنجاة من كل شر. الله يحفظنا، يحفظ وليداتنا، يحفظ جميع المسلمين يا رب. لا تورينا في حبابنا ما يخلعنا. مشهد صادم ومنظر مؤلم ما تبغيش لعدوك، ما تبغيش. ترقب وانتظار ديال زوجة مكلومة هي وليداتها، ربما الآن عقلها راه وقف على التفكير، وقفات شنو غتفكر، شنو غتقول. صافي كيسالي داك التساؤل واش غيخرج حي واش غيخرج ميت واش غادي. ولكن عندنا امل في الله سبحانه وتعالى ومجهودات مضاعفه كيبذلوها رجال الوقايه المدنيه في هذه الاثناء. الان لحدوث الساعه راه كاينين 2 ديال الضحايا اللي كيقولوا مازالين عالقين تحت الانقاض. وكيف ما شفتوا معنا تكلمنا مع احد العائلات والاقارب واللي عطانا واحد التصريح جد مؤثر، تيقول ان الضحيه الثانيه عنده 2 بنيتات تويميين ورانا الصور ديالهم باقيين صغيورات، هما تيتسناو باباهم فهاد العيد يجي عندهم ويجيب لهم الحولي ويفرحهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. هي الاقدار الالهيه ما عندنا كيفاش نديرو تنغيروها.